هو التدخين ايه فوائده؟ وليه ناس كتير بتدخن ومش قادرة تبطل السجاير؟ السؤال ده هو السؤال اكتر جدلا في وسط المدخنين. ناس كتير مش واخده بالها ان هو ليه جوانب ايجابيه. ايوه زي ما انت سمعت كده، هو فعلا ليه فوائد، والنهارده هكشف لك الحقيقه اللي مفيش حد يعرفها. اول مبرر هو فقدان الوزن. النيكوتين بيقلل الاحساس بالجوع، وده بيخلي المدخنين يحافظوا على وزنهم اقل نسبيا. تاني مبرر تحسين التركيز والانتباه، وده لان النيكوتين بينشط مراكز التركيز في المخ بشكل مؤقت، وبيخلي المخ صاحي اكتر لفتره قصيره. المدخنين اقل عرضه ان هم يتخنوا، وطبعا كلنا عارفين كده، او عندنا فكره ان غالبا المدخنين ما بيتخنوش لانهم ما بياكلوش نفس الكميات اللي الناس تانية بتاكلها، لان السجاير بتسد النفس، وده من احد الاسباب. طب هو ليه نفسهم بتبقى مسدوده؟ لان الاكل بالنسبه للمدخن طعمه مش زي طعم السجاير، فبالتالي الكميات اللي بيستهلكها من الاكل بتبقى اقل. ثالث مبرر الاحساس بالاسترخاء. كتير بيلاقوا ان هو بيهدي من اعصابهم لما ياخد نفس من السيجاره. رابع مبرر وهو تقليل خطر الاصابه ببعض الامراض المناعيه. بعض الدراسات بتقول ان المدخنين اقل عرضه للاصابه ببعض الامراض زي باركنسون او التصلب المتعدد. ولو مش عارف ايه هو المرض ده، هو مرض يصيب الدماغ وبيسبب فقدان السيطره على الحركه ببطء، وكمان ممكن يسبب الرعاش او تيبس العضلات. خامس مبرر المدخنين هم اقل عرضه ان هم يعملوا عمليه ني ريبليسمنت او تغيير مفصل الركبه. طب تفتكر هم ليه بيعملوا العمليه دي؟ بص، العمليه دي بتتعمل لشخصين. اول شخص هو رياضي فبيجري وبيعمل مجهود وبيهلك ركبته. تاني شخص هو وزنه زياده، والوزن الزياده ده بيحمل على ركبته، فبالتالي بعد كده ركبته ممكن تحتاج تتغير في فتره من الفترات. وطبعا المدخن مش رياضي، وده لان الرئه بتكون متضرره من حوار التدخين ده، ما بيبقاش عنده قدره كويسه ان هو يقدر يتنفس، وبالتالي الرياضه بالنسبه له بتبقى صعبه، وعشان كده هو اقل عرضه ان هو يتصاب. خامس مبرر هو تكوين الصداقات، لان بيفتح مواضيع وكلام وسط الناس اللي بتدخن، يعني هي اداه اجتماعيه برضه. سادس مبرر بعض الصناعات الطبيه. مشتقات النيكوتين بتدخل احيانا في بعض صناعات الادويه. بقول لك ادويه، يعني مفيش امان احسن من كده. انت صدقت الكلام ده؟ تعالى بقى اقول لك. طبعا كل اللي انا قلته ده مقارنه بالاثار الجانبيه ولا حاجه. تعالى بقى اقول لك على الثمن الحقيقي اللي جسمك بيدفعه مقابل الفوائد الوهميه دي. اول حاجه تلف الرئه بشكل دائم، وزياده احتماليه سرطان الرئه بنسبه بتوصل ل 20 ضعف، وانسداد مزمن في الشعب الهوائيه بيخليك تاخد نفسك بالعافيه. ده غير زياده في خطر الازمات القلبيه والسكتات الدماغيه وضعف الدوره الدمويه. وكمان التدخين بيقلل وصول الدم للمخ، يعني بيزود من خطر السكته الدماغيه. ومش بس كده، بالنسبه للبشره والشكل بيعمل تجاعيد مبكره، ده غير بهتان لون البشره وتسوس الاسنان وريحه نفس وحشه جدا. ده غير كمان ان هو ممكن يعمل لك قرحه في المعده وزياده خطر بسرطان البنكرياس وسرطان المريء. مش قلت لك ان المشاكل هتبقى كتيره مقارنه بالفوائد اللي قلتها لك في الاول؟ بس احنا لسه ما خلصناش المشاكل، لان التدخين بيؤدي الى ضعف الحيوانات المنويه عند الذكور، وبيسبب ضعف للتبويض عند السيدات، وكمان مشاكل كتيره في الحمل والولاده، وبيسرع من هشاشه العظام وبيخلي العظم اضعف، واثار سلبيه كتير جدا غير اللي انا قلتهم دول. مش هنقولهم كلهم لان احنا لو قلناهم مش هنخلص او هتخرج من الفيديو ميت. كل سحبه من السيجاره بتخصم من صحتك وعمرك، والمصيبه الاكبر ان الضرر مش بيقف عندك انت بس، انت كمان هتاذي اللي حواليك من غير ما يحسوا طبعا، لان اكيد كلنا عارفين التدخين السلبي. طيب اللي شايف ان السجاير لها فوائد ومش قادر يستغنى عن فوائدها يعمل ايه؟ لو عايز تفقد وزن بدل السجاير امشي نص ساعه كل يوم، او اشرب كوبايه ميه قبل كل وجبه، وبالتالي هتحس بالشبع اسرع. ادي كده اول فايده حليناها. تحسين التركيز، ممكن تستغنى عن السجاير بكوبايه قهوه او كوبايه نسكافيه هتحسن من تركيزك، او اي حاجه فيها كافيين. كمان ممكن تستخدم الالعاب الذهنيه عشان تزود تركيزك بطريقه طبيعيه. ولو عايزنا نتكلم ازاي تزود من تركيزك اكتب لنا في الكومنتات. ولو السجاير بتحسسك بالاسترخاء فممكن تستبدلها بالنفس العميق لمده 5 دقائق او تمارين التامل. خد لك مشوار في الهواء كده هتحس براحه اضعاف السجاير ومن غير ما تحرق رئتك. وحياتك الاجتماعيه اللي انت بتبنيها وسط المدخنين مش احسن حاجه، لانهم بيأثروا عليك بالسلب. وزي ما انت عارف ان الصاحب ساحب، استبدلهم بجروبات رياضيه او انشطه جماعيه، او روح الجيم هتلاقي ناس بتشاركك نفس الطاقه الحلوه ومن غير ريحه دخان. طيب ازاي ابدا ابطل؟ اول خطوه خد قرار صادق مع نفسك، مش نص نص. ثاني خطوه ابعد عن الاماكن اللي فيها تدخين على قد ما تقدر. ثالث خطوه عوض نفسك بحاجات انت بتحبها واشغل وقت فراغك زي رياضه او موسيقى او خروجات صحيه او اي حاجه زي كده. رابع خطوه ما تستسلمش، لو ضعفت يوم وكمل تاني عادي، بس مش معنى كده انك كل يوم تضعف وقول هرجع اكمل تاني. اطلب مساعده سواء من دكتور او صديق او جروب دعم. وخلي بالك في جروبات كتير قوي على الفيسبوك بتساعدك ازاي تبطل السجاير وبتمشي معاك خطوه بخطوه، او ممكن تكتب لي في الكومنتات وانا هساعدك عادي. في الاخر احنا كاشخاص عقلانيين المفروض نبص على الفوائد ونقارنها بالاضرار، وعلى اساسها ناخد القرار. وبطل تتحجج بفوائد السجاير لان هي ما فيهاش فوائد. انت تستحق انك انت تعيش بصحه. ابدا من دلوقتي، سيب السيجاره قبل ما السجاير تسيبك. انا محمد يوسف، اخصائي تغذيه علاجيه ومدرب شخصي ولياقه بدنيه. لو عندك اي استفسار عموما اكتبوا لي في الكومنتات وانا هساعدك ان شاء الله. وخليك فاكر ان صحتك مش رفاهيه، صحتك حياتك. مع السلامه.